السلام عليكم حبوباتي. اليوم رجعت معكم بواحد الوجبه اللي هي يا ايطاليه. هي راه كنديروها حنايا في المغرب، ولكن هذه ايطاليه حقاش غادي نطيبوها غير بالاعشاب، ما غنديروش فيها نهائيا التوابل ديالنا اللي معروفه، كلها بالاعشاب. كتجي لذيذه وزوينه. ودابا ان شاء الله غندوزو المكونات. هنايا اول حاجه غادي ناخذ بطبيعه الحال هي الدجاج. انا هنا درت الدجاجه كيبقى على حساب الاشخاص. وغادي نحتاج البطاطا اللي درتها مكعبات. وهنايا عندي البصله مشلضه وشي 5 ديال الريوز ديال الثومه. هنا غادي نحتاج هاد التوابل اللي قلت لكم اللي هي ايطاليه، كيف ما تقدروا تصايبوها في الدار. بالنسبه لي انا عندي هذه غادي نديرها، هذه اكله سريعه ودغيا كتوجد معنا. وهنا غادي نحتاج الزيت البلديه. اول حاجه غادي ندير الزيت، وغادي نزيد هاد الاعشاب هذه اللي ديال الدجاج، اللي مكونه من اليازير والحبق والزعتر. وكتطحنوهم وكتزيدوا معاهم معلقه ديال البزار ومعلقه ديال الملحه، وكديروا القياس اللي غادي نسم لكم هاد الدجاج. هادو هما المكونات اللي فيها بالنسبه للناس اللي ما عندهمش، يعني يصيبوها في الدار. والمذاق باليازير والزعتر وهذا كيجي صراحه كيجي بنين، وبلا كثره التوابل اللي كنديروا حنايا. ودابا غادي ندخل هاد التوابل هادو في هاد الاعشاب، ماشي توابل عفوا، في الدجاج مزيان. ما تنخليه لا يترقد لا والو، صراحه كيجي بنين ولذيذ كيف ما شفتوا. دابا غادي اول حاجه غادي ناخذ الطاوه اللي غادي تدخل الفرن. كيف تقدروا ديروا في اللاطه، انا غنديرو هنايا. غادي ندير اول حاجه البصله اللي درتها مشلضه، الا كانت صغيره ديروا جوج، الا كانت كبيره ديروا وحده. وهنا غادي ندير الثومه. غناخذ منها شويه غنخليه في البصله، وشويه غنديرو في البطاطا، وشويه غنزيدو مع الدجاج. ضروري من الثومه في هاد الاكله هذه. غادي نخلط البصله مع الثومه، وغادي نحط الدجاج. يعني حتى الدجاج درت فيه شويه ديال الثومه، وغادي نحطو فوق البصله. وغادي ندير هاد الاعشاب حتى هما غادي نديرهم في البطاطا بنفس الطريقه. وانتوما معايا باش تشوفوا المراحل.
كيف شفتوا معايا البطاطا درت فيها الزيت ودرت فيها الاعشاب، ومن بعد درتها تحت من الدجاج وغطيتها بالكارطه فورنو والالومنيوم، ودابا غندخلها الفران اللي سخون، وغنتلاقاو باش نشوفوها مني غادي طيب. من بعد مني طابت معانا غادي نحيد عليها الكارطه فورنو والالومنيوم، وغادي نبقى نتكي في الدجاج باش يتحيد منه داك الماء، غادي نشوف حتى البطاطا واش طابت. كما تتشوفوا الدجاج انا طاب معايا، وحتى البطاطا حتى هي طابت معايا. كنبقى نسقي هكايا الدجاج بهذاك الماء اللي طلق لينا البصله، وصافي وما غنبقاش نعاود نغطي عليه، غادي نخليه هكايا باش يتحمر معايا الدجاج. الا لقيتو نتوما الدجاج باقي ما طابش غتعاودوا تغطيو عليه وتخليوه حتى يطيب، عاد تخليوه يتحمر. انايا طاب معايا وطابت معايا البطاطا، صافي كنسقي كلشي البطاطا الدجاج بحال هكايا، وغادي ندخلو الفران غنسد عليه باش يتحمر معايا، وان شاء الله نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. الوجبه اللي درت اليوم ان شاء الله غادي نزيد معاها سلطه. كيف ما كتشوفوا قطعت تقريبا كاع الخضر اللي عندي، وهذا هو الشكل النهائي ديال الوجبه ديال اليوم. كتجي صراحه لذيذه، غير جربوها، تجي لذيذه وبنينه، والاهم انها ساهله ودغيا كتوجد معنا، وحتى الوليدات كتعجبهم. وصلنا للنهايه ديال الفيديو. العشيوه ديالنا كتكون على هذا الشكل هذا. سلطه درت في داك الكاس شويه الزيت البلديه والحامض وشويه الملحه، وهي اللي غادي نسقيو بها شلاضه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، واللي عجبكم ما تنسوش ديروا ليا لايك وتبارطاجيوه مع صحابكم، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه.